السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة شيف السعادة. أنا نجوى ودي قناتي، ولو عجبك الفيديو النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. النهاردة بقى معانا أحلى برام لحمة هناكلوه في حياتنا، بجد طعمه فظيع، طعمه ولا أروع، ريحة وشكل وطعم حاجة كده اللهم بارك. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير. معايا هنا كيلو لحمة. كيلو اللحمة أنا بجيبها ما تكونش حمرا قوي، يعني تكون ملبسة شوية كده. ومعايا هنا رز، شايفين كمية الرز في البرام قد ايه؟ عشان لو عملتيه كتير هيبقى مكبوس، اللحمة مكبوسة والرز مش هيستوي ومش هياخد راحته. كل البرايم بنفس الطريقة. معايا اللحمة على النار، حطيتها في معلقة سمنة بلدي وشوحتها برشة فلفل، مش اكتر من كده، رشة فلفل صغيرة، ورحت مشوحاها فيها على الجنبين. بعد كده غسلت الرز بتاعي غسلة كويسة وصفيته خالص من المية، وجبت البرامة بتاعتي ورحت حاطة شوية رز يا دوبك مغطية القهر كده رز. وبعد كده بجيب قطعة قشطة لكل برامة وابدأ احطها زي ما احنا شايفين. دي قشطة وش لبن عادية، انا كنت حطاها في الفريزر وخرجتها ودعكت بيها الرز بتاعي. خلاص كل الرز بدعكه بغلفه بالقشطة، معلقة قشطة كده في كل برامة. بص، هي لحمة في برايم بتبقى دسمة شوية وبتحتاج يعني شوية دهون كويسة كده محترمة عشان تطلع معايا مظبوطة، بس أكلة مش بناكلها يوميا، يعني أكلة بتتعمل كل فترات طويلة، بس صدقيني بتبقى حلوة قوي ومميزة قوي. وبجيب اللحمة بتاعتي، شايفة أنا مشوحاها ازاي، شايفة التشويحة بتاعتها هعطيها صدمة كده وواخدة لون جميل وريحها بقى خطيرة. يا دوبك كده تشويحة على الجنبين من معلقة سمنة بلدي ورشة فلفل اسود. خلاص انا حطيت بقى ايه اللحمة في البرايم زي ما احنا شايفين اهو. كل بقى الصوص اللي نازل ده مش برميه ابدا، انا ببدأ اصفيه تاني على اللحمة. طبعا بيخلي اللحمة فظيعة اهو. كل اللحمة رصيتها في البرايم بتاعتي. ابدأ بقى اجيب دي رشة الملح بتاعتي الصغيرة ورشة الفلفل على كل برامة كده، وكل برام لحمة ببدأ ان انا اديله رشة فلفل ورشة ملح. طبعا عارفين اللحم ببرايم يعني فلفل اسمر بتخلي الطعم بتاعها حلو قوي وليها ريحة ونكهة مميزة كده خالص. وبرضو انا عايزة اديها رشة توابل لحمة، يعني بصي رشة صغيرة جدا جدا، رشة ما بين صوابعك كده لكل برام، بس برضو بتديها تكة مميزة قوي. بس انا عايزة الايه الرشة البسيطة اللي هي ما تبانش، اللي ياكلها يقول ايه ده اللي في البرامة، يعني مش الطعم اللي يبقى طاغي على طعم الرز. ابدأ بقى اجيب بقية الرز بتاعي واغطي كل برام بنفس الطريقة. شايفة انا بعد ما حطيت الرز واللحمة والرز نص البرام لسه فاضي، هو ده اللي انا محتاجاه، لان طبعا لسه هحط لبن ولسه عايز يستوي وهيرتفع لفوق، فلازم اديله مساحة ان هو يستوي ويطلع فيها. شايفين بقى الجمال والحلاوة، مفيش اسهل من كده. اللبن بتاعي معايا حط عليه شوية مية صغيرين بس عشان ادي فرصة للرز انه يستوي. وبحط الملح بتاعي، طبعا انت عارفة بقى ملحك بتحدقيه ازاي. هي كل برامة بالحجم ده بتاخد معلقة صغيرة مليانة ملح، وابدأ ادوبه كويس قوي وابدأ اصبه. وما تحطيش اللبن بتاعك لا هو سخن ولا هو ساقع، انا بحب احط اللبن في درجة حرارة المطبخ. لو هو سخن بيخش الفرن يفور على طول، يعني الرز ما بياخدش ويدي كده مع بعضه، لا انا عايزه الرز يشرب كده من اللبن. فحاولي تحط الرز بتاعك ما يبقاش سخن، ما تغليش اللبن بتاعك. خلاص حطيت اللبن يا دوبك كده بغرز المعلقه بحيث يتشرب كده اللبن لتحت. خلاص كده تمامنا. معانا الفرن بتاعي سخن على اعلى درجه حراره فوق، ولو الفرن بتاعك ما بيشتغلش ده فرن غاز عادي، شايفه انا مخليه الشواريق نار عاليه كده ومن تحت يعني وسط. لو انت عندك الفرن بيولع من تحت لوحده وفوق لوحده، يبقى هتولعيه لي من فوق لوحده الاول لحد ما ياخد وش معاكي ويعلى ويبقى وشه كده جميل قوي معاكي ويحمر. ابدا بقى اطفي من فوق واشغل من تحت. انا بقى عتلنا معليه النار بتاعتي لحد البرايم بتاعتي ما تعمل وش كويس قوي ومن تحت شغال. شايفين اللهم بارك البرايم بتاعتي عملت وش جميل زي ما احنا شايفين اهو. بدأت بقى ايه هديت النار بتاعي اللي من الجناب هديتها شوية، وبدأت ان انا اعلي من تحت شوية صغيرة. انا مش عايزة النار من تحت تبقى عالية قوي عشان البرايم بتاعتي ما تفرش، لا انا خسارة، انا عايزة احتفظ باللبن بتاعي.
خلاص بدأت اهدي من تحت شوية، وجبت صينية بقى غطيتها على البرايم. طبعا اللحمة بتاعتي يا جماعة نية، انا بأكد اللحمة نية، انا مش مسوياها، انا عايزة الرز يطلع طعمه خطير، مش هحط فيه لحمة مسلوقة. وخلاص سبتها بقى، غطيتها بالصينية وسبتها. وبعد كده قبل ما تخرج بربع ساعة عطيت لها السمن بتاعها والزيت وسويتها وكملت سواها. قعدت في الفرن حوالي ساعة الا ربع وهي متغطية بالصينية كده. حاجة كده يا جماعة الريحة طالعة فظيعة. يعني بعد ما غطيتها بالصينية كده ربع ساعة، رحت عطيها بقى السمن بتاعها البلدي ورشة الزيت وكسبتها كمل سوا. شايفين اللحمة؟ انا مش قادرة امسك اللحمة من السخونية بصراحة، لسه خارجة من الفرن دلوقتي، بس انا عايزة اوريكي قد ايه اللحمة دايبة دايبة دوب كده زي الزبدة. وشايفين الرز مفرفر ازاي؟ الرز اللي مش معجن بقى ولا حاجة، شايفة الرزاية برزتها، حاجة كده يا جماعة تفتح النفس. الرز طبعا يا جماعة بتفرق خالص. الناس اللي بتسلق اللحمة شايفة الزبدة يا جماعة، شايفة زبدة. الناس بقى اللي بتسلق اللحمة وتحطها في البرايم يا جماعة، انت اكنك بتاكلي رز بلحمة، ده غلط خالص. اساس اللحمة ببرايم انك تحطيها نية. فايدة الصدمة اللي انا عملتيها دي بقى بتدي ريحة خطيرة جوه البرامة، غير خالص لما تحطيها لحمة كده نية. فانا بديها يا دوبك صدمة على النار يعني يا دوبك تغير لون واطفي وبحطها نية في البرايم. هي بقى بتاخد سواها، كل خيرها بينزل في الرز. ده اللي بيخلي لي بقى بتاكلي شوية رز معمر ما كلتوش في حياتك. حتة الدهنة بقى الخطيرة دي المحمرة دي بقى الكل هيتعارك عليها بقى مع الرز المعمر واللحمة بتاعتي. وصفة يا جماعة صدقيني مش هتندمي لو جربتيها. وجاي عندنا بقى ان شاء الله العيد الكبير، هيبقى الوصفة دي كده بتبقى أساسية عندنا أول يوم على الفطار الصبح، اللحمة ببرايم. شايفين بقى الرز والجمال، وشايفين الريحة واللحمة طالعة كلها لا مهرية ولا هي قاسية، اللحمة كده مظبوطة على الشعرة ودايبة. ايه رأيك بقى؟ لو عجبك الوصفة بتاعتي النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة. أنا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.